السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن داله مهمه جدا في الاكسل، وهي داله اف ايرور. وانت شغال على الاكسل ساعات بدل ما يظهر في الخليه نتيجه طبيعيه زي رقم او نص، بتتفاجئ برموز غريبه زي اللي قدامك على الشاشه دي. الرموز دي مش مجرد علامات غريبه، دي طريقه الاكسل ان يقولك في حاجه غلط حصلت. ممكن تكون بتحاول تقسم على الصفر، او بتدور على حاجه مش موجوده، او معتمد على خليه اتحذفت وحاجات شبه كده. وطبعا شكل الاخطاء دي مش بس بيلخبط شكل الشغل، ده كمان ممكن يخلي البيانات باينه انها مش احترافيه. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن اشهر الاخطاء اللي ممكن تقابلك، وهنتعلم مع بعض ازاي نستخدم داله اسمها اف ايرور تخلينا نتعامل مع الاخطاء دي بطريقه ذكيه ومنظمه. لو حابب تروح على طول على شرح الداله هتلاقي التوقيتات موجوده تحت في وصف الفيديو. لكن لو انت ما تعرفش اي حاجه عن الاخطاء، او اول مره تتعامل مع الاخطاء اللي بتظهر في الاكسل، خليك معايا وافهم ايه هي الاخطاء الاول علشان تعرف تتعامل معاها بعد كده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. طيب، اول حاجه عايزين نعرفها ايه هي اهم الاخطاء اللي ممكن تظهر في الاكسل. الخطا الاول اللي ممكن يظهر في الاكسل لو قسمت على الصفر. الخطا ده معناه ان انت قاسم على الصفر. الخطا الثاني اللي ممكن يظهر عندك لو انت بتشتغل بداله زي في لوكب وعملت بحث على قيمه مش موجوده عندك في الجدول. يعني احنا ما عندناش منتج باسم بنطلون، فاما جيت عملت بحث على بنطلون طلع لي الناتج اللي قدامك ده. نوع الخطا ده بيظهر اما تبحث عن قيمه مش موجوده عندك. طبعا عشان تتجنب النوع ده من الاخطاء يستحسن تبقى انت عامل هنا قائمه منسدله او دروب ليست، كنا شرحناها قبل كده، هسيب لكم رابط في وصف الفيديو وهيظهر قدامكم على الشاشه. الخطا اللي بعد كده لو استخدمت نوع بيانات غلط. يعني انا في الطبيعي اما اجي بجمع رقم مع رقم مش رقم مع نص، وده شكل الخطا اللي بيظهر لو استخدمت نوع بيانات غلط في المعادله عندك. الخطا اللي بعد كده، الخطأ ده يعني خلية أو عمود مش موجودين وكانت جزء من المعادلة. الخطأ اللي بعد كده دالة مكتوبة غلط. لو ظهر عندك الخطأ ده في الخلية اعرف ان انت كاتب الدالة غلط. المفروض ان احنا هنعمل دالة صم على العمود ده، لكن احنا كتبنا اسم الدالة بطريقة غلط، علشان كده ادانا الخطأ ده في الخلية. الخطأ اللي بعد كده ممكن يظهر لك في الاكسل لو عملت عمليه رياضيه مش منطقيه اصلا، زي مثلا اما تيجي تعمل الجذر التربيعي لعدد سالب هيديك الخطا ده. الخطا ده معناه العمليه الحسابيه اللي انت عملتها دي مش منطقيه. دلوقتي بعد ما فهمنا اشهر الاخطاء اللي ممكن تظهر في الاكسل، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نتعامل مع داله اف ايرور. ايه هي دالة اف ايرور وبتعمل ايه؟ ببساطة كده دالة اف ايرور بتقول للاكسل لو حصل خطأ في المعادلة، بدل ما تظهر لي الشكل الغريب بتاع الاخطاء اللي بيظهر في الاكسل، اظهر لي رسالة انا هكتبها بايدي. اسهل الطرق علشان تتعامل مع دالة اف ايرور انك تكتب المعادلة عادي خالص، بعد كده تضيف دالة اف ايرور علشان ما تتلخبطش ما بين انك انت بتعمل المعادلة العادية بتاعتك وانت بتعمل اف ايرور. فالصح او يستحسن انك انت تشتغل على المعادلة عادي خالص، وبعدين في الاخر خالص ضيف دالة اف ايرور. خلينا ناخد مثال عملي على الكلام ده. الجدول اللي قدامي ده المفروض ان انا بقسم الرقم ده على الرقم ده. لو كتبت هنا صفر المفروض هيجي لي الخطأ ده. انا عايز اعدل رسالة الخطأ ده بحيث يتكتب بدلها لا يمكن القسمة على صفر، علشان حتى اللي قاعد وبيشتغل على الجدول يبقى فاهم اعمل الكلام ده ازاي. زي ما قلت لكم من شوية، اعمل المعادلة عادي خالص. احنا عملنا المعادلة عادي خالص A4 على B4، وبعدين تعالوا بقى نضيف الجزء بتاع اف ايرور. هاجي بعد اللي يساوي وهعمل كليك بالماوس وهكتب هنا في الفورميولا بار الداله بتاعتي اللي هي اف ايرور. اول ما ببدا اكتب اف ايرور بتظهر عندي الداله هنا اهي، يا اما تعمل دبل كليك عليها يا اما تنزل بالسهم لغايه ما توصل لها وتدوس على تاب. الاتنين صح. لو خدت بالك هتتكتب اسم الداله وهيتفتح قوس والمعادله بتاعتك شغاله عادي خالص. طيب الدنيا باظت؟ لا ما باظتش لسه، ما تقلقش، بس انت لسه ما خلصتش. المفروض ان انت عملت ايه دلوقتي؟ قلت لو سمحت يا اف ايرور شوف المعادله دي، لو المعادله دي مطلعه الناتج صح تمام، لو مش مطلعه الناتج صح اكتبي لي رساله انا هكتبها لك دلوقتي. طب ايه هي الرساله؟ لازم اجي هنا واكمل المعادله بقى. هعمل فاصله منقوطه اللي هي وانا بكتب بالانجلش هدوس على حرف الكاف، وبالمناسبه تحت بيوري لك انت عندك فاصله منقوطه او لا، لان ساعات في اصدارات في الاكسل بيبقى الفاصله مش فاصله منقوطه، بتبقى فاصله عاديه. فبص تحت هنا كده في مطلوب الداله هتلاقيها يا اما فاصله منقوطه يا اما لا. لو خدت بالك مطلوب الداله اهو قدامك اف ايرور والفاليو اللي هي المعادله بتاعتك، وبعدين فاصله منقوطه، وبعدين هنا بيقول لك انت هتكتب ايه لو المعادله غلط. احنا هنا محتاجين نكتب لا يمكن القسمه على صفر. علشان اكتب اي نص في معادله في الاكسل لازم النص ده يبقى ما بين علامات تنصيص، فانا هاجي اكتب علامات تنصيص كده وبعدين اكتب جوه
علامات التنصيص، الرسالة اللي انا عايزها تظهر لو الخطأ حصل. بعد ما بتخلص خالص اقف في اخر المعادلة، خلي المؤشر ينور ويطفي، وبعدين لازم تقفل القوس شيفت مع الزيرو طبعا وانت بتكتب بالانجلش، بعدين دوس علامة صح او انتر، يبقى انت كده خلصت المعادلة. طيب هو انا كده عملت المعادلة على الجدول كله؟ لا، انت كده عامل المعادلة على الخلية دي بس. يا خبر ابيض، هو انا هعمل كل اللي انا عملته ده على كل الجدول؟ لا، بمنتهى البساطة اعمل اوتو فيل، دبل كليك على الاوتو فيل، هيتطبق عندك الكلام ده على الجدول بتاعك كله. يعني معنى كده ان اي رقم هنا هحوله لصفر هيظهر لي الرسالة اللي انا كتبتها؟ ايوه. طيب بذمتك كده احسن ولا اما يبقى الاكسل مطلع رسالة على مزاجه؟ اكيد كده احسن. طيب تعالوا ناخد الكلام ده بمثال تاني، وده اللي اكبر شوية زي دالة في لوك اب. هنا المثال ده المفروض اي منتج بكتبه هنا بيظهر لي هنا المنطقة، لكن لو انا ببحث عن حاجة مش موجودة في الجدول هيظهر لي الشكل ده. انا عايزاه بدل ما يطلع لي الرسالة اللي مش مفهومة دي يقول لي المنتج ده مش موجود. هعمل ايه؟ يمكن دالة في لوك اب دالة كبيرة شوية، فبعد ما تخلص الدالة عادي خالص ابدأ ضيف اف ايرور. دالة في لوك اب من الدوال المهمة، هسيب لك رابط في وصف الفيديو، هيظهر قدامك على الشاشة شرح لدالة في لوك اب والدوال تانية كتير مهمة في الاكسل. لكن خلينا نضيف دلوقتي دالة اف ايرور مع دالة في لوك اب، ويمكن دي اكتر الحالات اللي ممكن نستخدم فيها دالة اف ايرور مع دالة في لوك اب. زي ما اتفقنا هاجي بعد اللي يساوي هعمل كليك علشان اخلي المؤشر ينور ويطفي، وابدا اكتب اسم الداله اف ايرور. اول ما بتبدا تكتب اسم الداله بتظهر عندك، اعمل دبل كليك على اسم الداله، وبعدين كل اللي جوه القوس اللي انت كنت كاتبه هي دي المعادله بتاعتك، هي دي الفاليو. فاحنا خلصنا الفاليو خلاص. هاجي هنا اخر المعادله خالص وادوس على حرف الكاف وانا بكتب بالانجلش، وزي ما قلت لك اتاكد ان عندك المعادله فاصله منقوطه اللي بتفرق ما بين الجزء الاولاني والجزء الثاني. بعد كده هنا انا هكتب ايه؟ هنا هكتب الرساله اللي عايزها تظهر لو حصل خطأ في المعادله، واتفقنا ان اي رساله هنكتبها هتبقى ما بين علامات تنصيص. هكتب علامات التنصيص وبعدين هدخل جوه علامات التنصيص واكتب الرساله اللي عايزها تظهر. بعد ما خلصت تقف في الاخر لازم تقفل القوس. حد هيقول لي طب ما القوس مقفول هنا؟ لا، لو خدت بالك في قوسين مفتوحين في المعادله، لازم تقفل القوسين. في قوس واحد مقفول لازم تقفل القوس التاني، شيفت مع الزيرو وانت بتكتب بالانجلش، وبعدين دوس انتر او علامة الصح. في الحالة دي ظهر عندنا الرسالة دي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان المنتج ده فعلا مش موجود عندنا هنا. تعالوا كده نكتب منتج موجود عندنا ونشوف ايه اللي هيحصل. اول ما كتبت منتج موجود عندي في الجدول فعلا جاب لي المنطقة فيها المنتج اللي هي سماعة، فانا عندي المعادلة شغالة وما فيهاش اي مشاكل، ودي ببساطة دالة اف ايرور. وبكده نكون شرحنا بطريقة بسيطة، وكمان شرحنا بعض الاخطاء اللي ممكن تظهر لك في الاكسل، وكتير بتبقى مش عارف ايه سبب الاخطاء دي. منتظره تعليقات ايه اكتر الاخطاء اللي بتقابلك في الاكسل. كمان لو عندك اي سؤال اسالني وهرد عليك ان شاء الله. منتظره اسئلتكم، وما تنساش دايما تتعلم ببساطه وتحب اللي بتتعلمه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اكيد تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.